أعزائي المشاهدين في كل مكان، حزب المحافظين بسوهاج تحت رعاية الأستاذ أشرف عمران وأمين الشباب الأستاذ أحمد عماد، اللي طبعا عامل مجهود كبير النهاردة وجبار. ألف مبروك النهاردة على اكتمال الحفلة اللي هي تكريم السادة حافظي القرآن الكريم. اهلا وسهلا بحضراتكم. احنا النهارده عملنا حفله تكريم حفظة القرآن الكريم التي عملنا الاختيارات بتاعتها سابقا تحت اشراف ورعايه حزب المحافظين امان الشباب سوهاج، وكانت الاختبارات من قبل لجنه التحكيم من الازهر والاوقاف. هل المسابقة استغرقت منكم وقت كبير يا أستاذ أحمد؟ نعم، استغرقت وقت كبير ومجهود كبير، حيث تنظيم فرقة التنظيم وفرقة الإنشاد وتيم التنظيم والقارئ وتنظيم، يعني مجهود كبير جدا. يعني مجهود كبير طبعا من فترة طبعا. احنا حيث بدأناه من فترة يعني، والحمد لله النهارده الحفل تم على خير. والهدايا كانت رمزية يا أستاذ أحمد؟ هدايا رمزية، شهادات تقدير وجوائز مالية رمزية. جوائز مالية. نعم. طب تحب تقول ايه لشباب سوهاج اللي هو شاف المسابقة النهاردة ونجاح وحاجة جميلة جدا جدا حفظ القرآن الكريم؟ حابب اقول لهم اعملوا، اجتهدوا، ولا للتكاسل. كل واحد يعمل ويجتهد وسوف يلاقي يعني ثمرة ذلك. يعني بالتوفيق يا استاذ احمد ان شاء الله. ربنا يبارك في حضرتك. رب اللهم امين يا رب العالمين. شكرا. ده كان لقاءنا مع الاستاذ احمد عماد امين عام الشباب في حزب المحافظين بسوهاج. كنا معكم من قاعة المؤتمرات بمحافظة سوهاج، وكان اثناء الحضور الاستاذ محمد سعد آل قرقار نجم طبعا سوهاج والراجل الاعلامي ان شاء الله اللي طالع كالصاروخ، ربنا يوفقه ان شاء الله. وكان معكم من داخل القاعة